هاي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كويسين؟ يلا النهارده مش جايب لكم رعب، جايب لكم رومانسيه. هيا بنا فلنذهب. بتبدا الحكايه مع واحد اسمه ماكس، ده سمسار في البورصه. ماكس ده قلبه حجر، مش بيهمه غير نفسه، اهم حاجه عنده ان هو يكسب الفلوس، ومش فارق معاه انه غيره يخسر كل فلوسه. ده اللي بيخليه يعمل لعبه كده مش كويسه خالص، الا وهي انه يبيع سهم معين بكميات كبيره جدا، فده خلى المنافس بتاعه يقلق، فهو كمان عمل زي ماكس وباع الاسهم دي. وهوبا كده لما سعر السهم ده نزل جدا، ماكس رجع تاني واشترى الاسهم كلها، بس المره دي اشتراها بتمن رخيص، وعمل صفقه زي الفل تقدر ب 77 مليون دولار في كلمه كده في نص ساعه. المهم ماكس بعد كده بيحتفل مع الصف بتاعه بالفلوس الكتيره جدا اللي كسبوها، وبيروح بعد كده البيت بياخد البريد بتاعه وبيفتش في الرسائل اللي جايه له. من ضمن الرسائل دي في رساله بتفيد ان عمه قريبه الوحيد في الدنيا كلها اتوفى، وبنعرف كمان ان هو سايب له قصر كبير ومزرعه عنب كبيره، ولكن الكلام ده كله في فرنسا وماكس عايش في لندن. بس ملاحظ على ماكس حاجه كده، الا وهي ان هو متاثر بوفاه عمه، تقريبا كده كان متعلق بيه. على كل حال تاني يوم بيروح الشغل، وهناك بيدردش مع السكرتيره بتاعته وبيقول لها ان عمه توفى وسايب له ورث كبير جدا، وانه مضطر انه يسافر فرنسا علشان يبيع الحاجات دي كلها. فالسكرتيره بتاعته قالت له ايه ده، انت ما خدتش اجازه من 15 سنه، جاي دلوقتي عاوز تاخد اجازه؟ وعلى كده هتقعد قد ايه هناك؟ ماكس قال لها يومين ثلاثه بالكتير وراجع. وفي نفس اليوم ده بالليل ماكس بيقابل محمد صديقه، بيقول له على القصر والمزرعه، وبيساله دول لو اتباعوا مثلا يساووا كام. صديقه قال له كتير، ملايين. فماكس قال له خلاص انا هسافر هناك، هصور القصر ده والمزرعه، وانت خد الصور واعرضها على الزباين وبيع لي القصر ده. وتاني يوم ماكس على طول بيسافر على فرنسا، واول حاجه مش بتعجبه هناك العربيه اللي السكرتيره بتاعته مأجرها له. المهم ماكس بيركب العربيه وبيشغل الجي بي اس علشان يوصل للوجهه بتاعته، ولكن الجي بي اس كان بيتكلم بكل اللغات ما عدا اللغه الانجليزيه. المهم يعني ماكس بينطلق بالعربيه، واسامه كان ماشي بيتصل بالمساعد بتاعه بيقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، وبيرسم له خط علشان يمشي عليه. اما بقى بالنسبه للوجهه بتاعته فماكس ما كانش عارف يروح فين ولا يجي من فين، بس كان بيعرف يعمل بيبي على جانب الطريق. على كل حال بعد عناء طويل ماكس اخيرا بيوصل للقصر بتاع عمه. بينزل ماكس من العربيه وبيتمشى في القصر كده، بيتفرج عليه من بره وكمان بيتفرج على المزرعه، وبعدها بيدخل القصر. وجوه القصر ماكس مش بيلاقي اي حد، فقلبه يضحك له بينده وبيقول يا هنري. هنري ده يبقى عمه المتوفي. المهم يعني ماكس بيلاقي طبق طماطم، بياخد منه طماطمايه بياكلها على اساس انها تفاحه باين ولا ايه. وكل مكان بيروح فيه ماكس بيفتكر ذكريات كتيره جدا فيه. ليه بقى؟ لان ماكس وهو صغير اتربى في القصر ده، وعمه هو اللي كان بيربيه، لان والده ووالدته اتوفوا وهو صغير. المهم ماكس بيتمشى في القصر كده لغايه ما بيوصل لملعب تنس، وهناك بيفتكر لما كان بيلعب مع عمه وهو صغير، ولكن بيفتكر ان عمه كان بيهزمه على طول. فماكس وقتها كان بيتضايق جدا. فهنري في الوقت ده قال له هو انت فاكر ان الحياه مكسب بس؟ الحياه مكسب وخساره، ولازم تتعود ازاي تتقبل الخساره، وكمان تتعود ازاي تحتفل لما تكسب. المهم يعني بنرجع للوقت الحاضر، وماكس بيقابل الشخص المسؤول عن المزرعه واللي اسمه دولفوت. دولفوت ده شغال مع هنري من ايام ما كان ماكس لسه عيل صغير. بيسلم على ماكس وبيرحب بيه، وبيقول له ان مراته جايه بكره علشان تطبخ له وتخدمه. ماكس قال له حبيبي اذهب انت يا ديفلو وروح شوف شغلك. وتاني يوم الصبح مرات ديفلو بتكون وصلت، واول ما بتشوف ماكس بتسلم عليه سلام حر جدا، وبتحضر له فطار وبتدلعه اخر دلع. المهم ماكس بيروح بعد كده علشان يقابل المحاميه المحليه اللي هناك علشان يحضر الورق بتاع القصر. واثناء ما كان ماشي بالعربيه كان بيكلم صديقه تشارلي علشان يعرف ايه الخطوات اللي المفروض يعملها، وهوبا كده تليفونه وقع منه في الدواسه، فماكس وطى علشان يجيبه. وطبعا في الوقت ده العربيه اتمرجحت منه، وبالصدفه كان في واحده معديه بعجله على الطريق، وعلشان تفاديه وقعت على جانب الطريق، وماكس ما خدش باله منها اساسا. بس هي يعني شتمته شويه شتايم حلوين جدا بالفرنساوي، قالت له جسوي مالاد. على كل حال ماكس بيوصل المحاميه الموجوده هناك، وبيقول لها يعني ان هو في نيته البيع، مش ناوي يقعد ولا يكمل مكان عمه، وقال لها تحضر له ورق القصر في اقرب وقت وتبعته له على لندن. وبعدها رجع تاني القصر ولما حاجته علشان يمشي، واخد صوره كده ليه هو وعمه كذكرى. ولما نزل لقى دفل في وشه، قال له ايه ده وانت هتبيع القصر؟ ماكس قال له ايوه. قال له ازاي يعني ايه؟ ده عمك كان روحه في القصر ده، ما ينفعش تبيعه، دي الحاجه الوحيده اللي من ريحه عمك. ماكس قال له ان هو ملهوش حياه هنا وحياته كلها في لندن، فايه اللي هيعمله بالقصر ده؟ ديفل قال له ما ينفعش تبعدنا عن المزرعه بتاعتي. ماكس قال له ما تنساش ان المزرعه دي بتاعتي انا. فديفل قال له انا اللي بهتم بزراعه الكرمه، وانت عارف ان انا بهتم بيها من سنين، ما ينفعش تبعدنا عنها، انا حياتي وروحي فيها. ماكس قال له معلش سوري وسابه ومشي. ولكن وهو ماشي تشارلي اتصل بيه وقال له هل صورت القصر قبل ما تمشي؟ فماكس قال له يا دي النيله انا نسيت خالص، وراح راجع تاني علشان يصور القصر. واثناء ما كان بيصور القصر في كل حته كان
بيفتكر الذكريات في كل حته، وراح ووقف على اللسان بتاع حمام السباحه علشان يصور القصر من بعيد، وهوبا كده اللسان ده اتكسر وماكس وقع في حمام السباحه وحاول يخرج منه بعد كده بس ما عرفش. والغريب في الموضوع ان حمام السباحه ما فيهوش سلم، وبالصدفه على الجانب التاني بره القصر البنت اياها دي اللي ماكس اتسبب في وقوعها على جانب الطريق كانت معديه جنب القصر بالصدفه، فشافت العربيه بتاعت ماكس، واول ما شافت العربيه راحت لفه وداخله القصر. بتوصل لماكس عند حمام السباحه لقيته كان بيحاول يخرج من حمام السباحه، فسالته وقالت له هي العربيه دي بتاعتك؟ ماكس قال لها ايوه مؤقتا يعني. فقالت له حلو قوي، هو انت بتعرف تعوم؟ ماكس قال لها اه ليه؟ قالت له لا ابدا بسال بس. وهوبا كده راحت مشغله على الميه بتاعت حمام السباحه، وبكل بساطه سابته ومشيت. وماكس بيقعد ساعات وساعات علشان يقدر يخرج من حمام السباحه، وفين لما الميه بترفعه وبيقدر يخرج. في الوقت ده السكرتيره بتاعته بتتصل بيه وبتساله ما جاش ليه، فماكس قال لها اللي حصل معاه وانه فوت الطياره بتاعته بسبب اللي حصل له. فالسكرتيره قالت له مفيش مشكله، كده كده الرئيس بتاعك ادالك ايقاف لمده اسبوع، يلا بقى اقعد وعيش حياتك. فماكس بيرجع القصر وبينام، وتاني يوم بيصحى كده بيبص من الشباك هوبا كده لقى عقرب على الشباك. فماكس فضل يصرخ ويقول عقرب الحقوني. في الوقت ده مرات ضيف له جات له وفضلت تهبد على دماغ العقرب بالبدله بتاعته، فماكس خاف يلبس البدله دي وراح على الدولاب بتاع جده علشان يشوف اي حاجه يلبسها. في الوقت ده تشارلي اتصل بيه وقال له ايه وانت لسه هناك؟ ماكس قال له ايوه حصلت شويه ظروف وهقعد هنا شويه. فتشارلي قال له كويس جدا، وانت قاعد بقى كده حاول تحسن من شكل القصر علشان يجيب فلوس احسن. فماكس بينزل بيتكلم مع ديفلو وقال له بص يا سيدي هتفق معاك اتفاق، انت تساعدني نحسن شكل القصر وانا هحط شرط في البيع ان الناس اللي هتشتري القصر تخليك شغال زي ما انت. فديفلو راح تافف في ايده وسلم عليه وقال له متفقين. وبيبداوا بعد كده هما الاتنين يحسنوا في شكل القصر، بينضفوه بقى ويظبطوه بيسنجفوه وبيعملوا فيه شغل زي الزفت. المهم يعني اسامه كانوا شغالين، بتيجي مرات ديفلو بتقول لماكس ان في واحده بره مستنياه، فماكس خرج علشان يقابلها، لا قدام واحده اسمها كريستي بتقول له ان هي بنت هنري، وورت له صوره لهنري ومامتها. فماكس استغرب ان عمه عنده بنت، ده غير ان هو اتضايق لان دلوقتي في واحده نطت ليه في الورث. المهم ماكس بيقول لها ان هنري اتوفى وانها يعني جت متاخره، وقال لها اطلعي دلوقتي وريحي وبعدين نكمل كلامنا. وعلى طول بيروح للمحاميه اللي عندها الورق بتاع القصر وبيشرح لها كل اللي حصل، وقال لها بقول لك ايه انا عاوز اسرع عمليه بيع القصر علشان اخد الفلوس واسافر. فالمحاميه قالت له ما ينفعش، البنت دي لو اثبتت ان هنري فعلا ابوها ساعتها البيع بتاعك هيكون باطل والقصر هيرجع مره تانية. فنصيحتي ليك يا ماكس يا اخويا انك تتاكد اذا كانت هي فعلا بنت عمك ولا لا. فماكس بيخرج من عندها وهو متضايق جدا، واسامه كان ماشي بالعربيه كده هوبا بيلمح البنت اياها اللي فتحت عليه الميه في حمام السباحه. على طول ماكس بيروح لها علشان يتكلم معاها، بيقول لها ايه اللي انت عملتيه ده فيا؟ انت كنت عاوزه تخلص عليا ولا ايه؟ فالبنت دي اللي اسمها فاني شانيل بالمناسبه قالت له انا سالتك في الاول اذا كنت بتعرف تعوم، وبعدين هو انت ناسي اللي انت عملته ولا ايه؟ ماكس قال لها مش واخد بالي. قالت له انت يا استاذ كنت ماشي بالعربيه بتاعتك بسرعه جدا على الطريق وبسببك وقعت على جانب الطريق واتخبطت خبطه جامده هنا، وراحت مورياله المكان اللي اتخبطت فيه وبعدها سابته ومشيت. لو سمحت يا استاذه فاني احنا ما شفناش الخبطه كويس. ماكس بيرجع القصر بعد كده وبيتكلم مع ديفلو وبيساله على البنت دي، فديفلو بيقول له البنت دي كل شبان المدينه هيموتوا عليها. فماكس ساله اذا كان في اي حد في حياتها، ديفلو قال له كان في، الكلام ده بس كان زمان والشخص اللي كان في حياتها ده خانها، من ساعتها قفلت على قلبها وقررت انها ما تدخلش اي حد تاني في حياتها. وهوبا كده هما الاتنين بعدها لعبوا مع بعض ماتش تنس، نقطه بقى من هنا على نقطتين من هنا، وماكس في الاخر هو اللي فاز. وفي هذا التوقيت افتكر كلام عمه لما قال له ان الحياه مكسب وخساره، كمان لما قال له يحتفل بالفوز، فماكس احتفل بالفوز. وبالليل بيقعد مع بنت عمه بيتعشوا مع بعض وبيدردشوا مع بعض، وبنعرف ان كريستي مهتمه جدا بزرع الكرمه وبصنع النبيت زي ابوها هنري بالظبط. اما ماكس فبيقول لها انه شاكك ان عمه كان على علاقه بمامتها، فاللي هو يعني ماكس بيقول لها انت كدابه، ده اللي خلى كريستي سحبت نفسها من على العشاء وسابته وطلعت. وتاني يوم ماكس بيروح لفاني شانيل وبيلاقي المطعم اللي هي شغاله فيه زحمه جدا، فماكس حب يعمل شويه لطافه كده وقال ايه راح مساعدها في شغل المطعم. واثناء ما كان شغال وبيساعدها فاني شانيل كانت بتراقبه من بعيد لبعيد، ونظرتها ليه كانت محمله سنه اعجاب كده. وماكس بيقعد معاها لغايه ما بيخلصوا شغل. في اخر اليوم فاني شانيل بتطلع له شويه فلوس فكه كده وبتقول له ان ده التبس بتاعه، وبعد كده بتقول له انت مطرود. الله 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 الله، هي دي كلمه شكرا؟ تصدقي بقى ماكس بعد كده لو شافك على الطريق المفروض يعملك الستيكر على الكبوت. المهم ماكس بيخرج بره وبيستناها بره المطعم، واثناء ما كانت خارجه ماكس بيقول لها انه عاوز يخرج معاها، ففاني شانيل بتحدد له ميعاد وبتقول له اوعى تتاخر.
ماكس تاني يوم في القصر بتاع عمه بيقعد على المكتب بتاعه، هناك بيمسك ازازه حبر، وفي الوقت ده ماكس بيفتكر ذكريات ليه ولعمه. اتاري ماكس وهو صغير يعني عمه كان بيخليه يمضي الامضه بتاعته على الشيكات بتاعته. ماكس كان يبقى قاعد كده ويقول له الشيك ده بتاع فلان الفلاني، وهنري كان بيقول له امضي على ده وما يمضيش على ده. منهم شيك لميكانيكي كان بيصلح العربيه بتاعت هنري قال له اوعى تمضي، ده ميكانيكي حرامي وفاشل، العربيه لسه بتطلع صوت مزعج كده زي الكحه بتاعت عمتك بالظبط. وبعد كده هنري بص على الامضه اللي بيمضيها ماكس مكانه، لقاها هي نفس الامضه بتاعته. قال له ايه ده يالا، ده انت تقدر تاخد ثروتي كلها في كلمه. المهم في الوقت ده تشارلي بيتصل بماكس وبيقول له ان هو جاي له فرنسا علشان هو معاه زباين هيفرجهم على القصر. في اليوم ده بالليل ماكس بيروح لبيت ديفلو ومراته، قال ايه علشان هم عازمينه على العشاء هو وكريستي وكده يعني. ومرات ديفلو كانت عامله لهم وليمه، وقت ما كانوا بيتعشوا ماكس للمره الثانيه بيوجه كلام لكريستي وبيشكك في نسبها ليهم. فمرات ديفلو قالت له ازاي دي واخده مناخير عمك بالظبط. ماكس قال لها ايه يعني مش فاهم انا، هي بقت بالمناخير يعني ولا ايه؟ انا شايف ان هي مش معاها اي اثبات غير يا دوبك حته صوره لمامتها مع عمي، ولا ممكن تكون اساسا مضروبه. فكريس في الوقت ده فهمته ان هي مش مهتمه ولا بقصر ولا بفلوس، وانها كانت جايه هنا علشان مهتمه انها تشوف ابوها مش اكتر ولا اقل، وسابتهم بعد كده ومشيت للمره الثانيه. ولكن في الوقت ده كريس كانت شاربه كتير فما كانتش ماشيه متزنه يعني. المهم بعدها بشويه ماكس وهو راجع البيت، واثناء ما كان بيتمشى كده وسط المزرعه فجاه كده سمع صوت كريستي، بس ما كانش عارف جاي من فين، بس بيلاقيها يعني. في الاخر كريستي ما كانتش قادره تمشي وكانت نايمه على الارض، فماكس شالها ومشي بيها. في الوقت ده كريستي قالت له وانت مش مهتم ان يبقى ليك حد قريبك في العالم ده؟ وعلى فكره يا ماكس يعني انا قريبتك الوحيده في العالم كله، مالكش حد تاني. ماكس لا يهمني طبعا يكون ليا حد قريب مني، بس انا محتاج اتاكد. وبيرجع بيها البيت بينيمها على السرير. وفي الوقت ده ماكس بيقول لكريستي ان هو كان بيحب هنري جدا، وان هنري الشخص الوحيد اللي اهتم بيه، وانه كمان لولا هنري كان زمانه عايش في الشارع. واللي مضايقه جدا انه ما كانش جنب هنري لما توفى، ده مخلي ماكس زعلان جدا وحاسس احساس كده كانه ندل. تاني يوم ماكس وكريستي بالصدفة كده بيتكلموا تاني، وبرضه بيجيبوا سيرة هنري وبيع القصر. وكريستي ما كانتش عاوزة ماكس يبيع القصر لأن القصر ده كان بالنسبة لهنري روحه وقضى معظم حياته فيه. كريستي ما كانتش معترضة علشان خاطر ورث ولا فلوس، إنما كانت معترضة علشان القصر ده كان غالي على هنري. وقالت لماكس بعد كده يعمل اللي هو عاوزه وإنها هتمشي تاني يوم. فماكس بعدها بشوية بيطلع كتاب المذكرات بتاع عمه، وجوه الكتاب ده بيلاقي نفس الصورة اللي كريستي ورتها له اللي فيها عمه مع أم كريستي. طبعا ماكس اول ما شاف الصوره ادرك على طول ان كريس دي فعلا بنت هنري. ومفيش بعدها بشويه ماكس بيلاقي تشارلي جاله البيت. الحمد لله على السلامه يا اخوي. المهم يعني تشارلي بيقول لماكس ها ايه البروجرام اللي انت عامله لي النهارده، هتفسحني فين؟ ماكس قال له صدقني كان بودي، بس انا معايا ميعاد مهم يعني المفروض اروح لوحدي، فخليك انت هنا لوحدك كده واستكشف في القصر على بال ما انا اجيلك بالليل. يلا بقى اطير انا. وراح سايبه وماشي. بيروح ماكس على ميعاده لفاني شانيل، وبيقعدوا بقى بيسهروا سهرة رومانسية وهها وكده والكلام ده. وفي الوقت ده فاني شانيل قالت لماكس انها من النوع اللي بيشك قوي، وانها كمان واخدة حياتها جد جدا، وكمان بتغير قوي وعصبية وصبرها قليل، ومن الاخر يعني الشخص اللي هترتبط بيه نهايته هتكون مجنون حارتنا. وهوبا كده البرق بيبرق والرعد بيرعد، فالناس كلها قامت وجريت ما عدا ماكس. جاب شمسية وحطها على الترابيزة وكملوا قعدتهم، وراح قال لها اخيرا يا فاني شانيل بقينا قاعدين لوحدينا. ولا كمان ان هو مشهور بالقسوه واللامبالاه، ده غير كمان ان هو مش بيثق في اي حد بسهوله. بس ماكس في الوقت ده بيقول لها حاجه غريبه جدا، الا وهي ان هو بيحب المكان ده وان المكان ده دايما بيشده. في اللحظه دي هوبا كده ما تفهمش ليه يعني فاني شانيل انقضت عليه يعني قضوا الليله. وتاني يوم الصبح فاني شانيل بتقول لماكس انها عارفه ان هو هيمشي تاني لان دي طبيعته، وده لانها عارفه ان هو جاي علشان يبيع القصر بتاع عمه، وعلشان كده شايفه ان علاقتهم يعني ملهاش مستقبل، وسابته ومشيت. فاني شانيل عملت كده علشان ما تتجرحش تاني لانها خايفه تتغوط معاه في العلاقه وبعدها يسيبها ويمشي، وده اللي هي متاكده منه. على كل حال تاني يوم تشارلي بيدي لماكس ورق بيع البيت وبيقول له يمضي عليه، ولكن ماكس في اللحظه دي الامضه بتاعته كانت تقيله، ما كانش عاوز يمضي على البيع. وفي الوقت ده ماكس بيفتكر الذكريات ليه هو وعمه في المزرعه، كمان بيفتكر ديفلو وهو صغير لما كان بيهتم بالمزرعه وبيغني للزرع. فماكس في الوقت ده بيدرك قيمه المزرعه بالنسبه لديفلو، فبيروح بيتكلم مع ديفلو، وديفلو بيقول له ان عمه في اخر ايامه كان خايف جدا انه لما يموت يعني ماكس يجي ويبيع المزرعه. وقال لماكس ان اللي كان عمه خايف منه
دلوقتي هو بيعمله. كمان قال له ان عمه كان بيقول عليه دايما ان هو اناني، وما كانش فارق معاه اذا كان ماكس يحتفظ بالقصر وبالمزرعه او لا، وده لان كده كده ماكس يعني مش عارف قيمتهم. المهم يعني ديفلو بعد ما اداله الكلمتين دول سابه ومشي. وفي هذا التوقيت ماكس بيعرف ان كريستي لمت هدومها ومشيت، فعلى طول بيروح وراها وبيقابلها قبل ما تسافر، وبيديها كتاب وبيقول لها ان هو متاكد انها بنت هنري، وبيسيبها ويمشي. كمان بعدها على طول هو بيرجع لندن، وفي هذا التوقيت بنسمع صوت هنري في الخلفيه بيقول كلام بيوجهه لماكس، الا وهو ان هو صحته في الفتره الاخيره متدهوره وانه خلاص يعني بيخلص. وبيقول لماكس كمان ان هو عنده ابنه اسمها كريستي، وانه زعلان جدا انه ما قابلهاش، وبيوصي عليها ماكس ان هو يديها حقها. في الوقت ده كريستي اثناء ما كانت راكبه القطر بتفتح الكتاب اللي ماكس اداهولها، بتلاقي جواه الصورتين وكمان الجواب اللي هنري كان بعته لماكس وبيقول له فيه الكلام ده، ولكن بيتضح ان مش هنري هو اللي كاتب الكلام ده، انما ماكس هو اللي كاتبه وهو اللي ماضي مكانه. على كل حال ماكس بيروح لشغله وبيقابل رئيس الشركة اللي كان موقفه لمدة أسبوع، وأول ما دخل على مكتب رئيسه بيلاقي هناك لوحة لفان جوخ، فماكس بتعجبه اللوحة، فرئيسه قال له على فكرة دي مش الأصلية، اللوحة الأصلية موجودة عندي في البدروم بتاع البيت. ورئيسه بعد كده سأله إذا كان هو ناوي يكمل معاهم ويبقى شريك في الشركة ولا هياخد فلوسه ويتوكل، وقال له قدامك ساعة تفكر فيها. فماكس خرج وراح مكتبه وفكر كويس في الموضوع ده، بس في الوقت ده بيفتكر ذكرى معينة كده في بيت عمه لما كان صغير. عمه كان واخد واحدة كده بيفسحها في القصر بتاعه، وقال لماكس يعني ان هو ياخد باله من بنتها. فالبنت دي بتنزل حمام السباحه وبتروح لماكس بتوشوشه وبتقول له حاجه في ودنه، وبعدها على طول بتخش على ماكس السكرتيره بتاعته بتقول له ايه انت ناوي تعمل ايه؟ ماكس قال لها بفكر. قالت له ايه بتفكر؟ انت شايف رئيسك ده ما بقاش شريك في الشركه الا وهو عنده 53 سنه، بص له كده وانت تعرف. ماكس قال لها بالظبط بصي له، شايفه شكله عامل ازاي؟ دايما كده شايل الهم والضغط عنده عالي، مش عايش حياته، على طول الوقت قلقان. الحياه دي انا مش عايزها. ودخل بعد كده على رئيسه وسأله سؤال غريب، الا وهو امتى اخر مره رئيسه شاف اللوحه اللي موجوده عنده في البدروم، وبيطرح انه كان من سنين. معنى كده ان رئيسه مشغول عن مباهج الحياه وحياته كلها شغل. فماكس على طول قدم استقالته وعلى طول رجع على فرنسا. وهناك بالصدفه كده فاني شانيل وهي شغاله في المطعم بتتفاجئ بماكس قاعد على ترابيزه من الترابيزات، وبيقول لها ان هو خلاص قرر ان هو يعيش هنا، لان الحياه هنا احسن بكتير من الحياه اللي هو عايشها في لندن. وقال لها كمان يعني ان هو نفسه يقضي حياته دي معاها هي، مع واحدة كده بتغير وعصبية وبتشك ومجنونة وعينيها حلوة ولونها أزرق واخدة خبطة كده على الجنب مردودة على البارد وكل الحاجات الحلويات دي. وفي الوقت ده ماكس قال لها الجملة اللي قالتها له البنت الصغيرة في حمام السباحة وهو صغير، اللي عمه وقتها كان واخد أمها وبيفسحها في القصر. المهم يعني بيطرح إن البنت دي مين؟ هي فاني شانيل، وهوبا كده انقضوا على بعض. على كل حال ماكس بيرجع للقصر تاني وبيعيش فيه مع فاني شانيل، كمان بيخلي كريستي ترجع تعيش معاهم. وكريستي كانت على طول في جدال دايم مع ديفلو، وده بسبب ان هي كان ليها رأي في المزرعة وطريقة الزرع، وديفلو كان ليه رأي تاني. فديفلو بعد كده طلع لماكس وقال له ايه يا عم البنت دي طالعه على ابوها بالظبط، انا حاسس كأني بتكلم مع هنري بس يعني بشوية اضافات احلى. وماكس كان سامع الكلام وكاتم الضحك. بعد كده بيروح وبيقعد مع فاني شانيل وهي كانت محضره له الفطار، واخدين بالكم انتوا، والقعده كلها كانت زي الفل. انا نفسي في قعده زي كده، يعني حتى لو ما فيهاش فاني شانيل مش مشكله، القعده نفسها جامده. يا اخي شوف ترتيب ربنا. ماكس كان ناجح في شغله بس ما كانش عايش حياته، كانت حياته كلها شغل، ووفاه عمه كانت السبب في صحوته. لان ماكس لما رجع القصر تاني ادرك ان في حاجات تانية بتتعمل في الحياه غير الشغل. ما هي الحياه مش شغل وبس سيادتك، يعني لازم كده قعده حلوه، اكله حلوه، فاني شانيل كده يعني، او ممكن كريستي برضه شغال يعني. على كل حال لغايه هنا الحكايه بتنتهي. يا ريت بقى تدوس على اللايك وتعمل كومنت وشير علشان الفيديو يوصل لناس اكتر. ولو انت اول مره تسمعني ومش مشترك في القناه فاشترك وفعل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.